راه المشكل اللي واقع هو ان الشعب المغربي راه مازال عقله في قطر. واحد الحاجه واللي ولات مشتركه بيناتنا حنا الشعب المغربي، او على وجه الخصوص المتتبعين للشان الكروي في البلاد، او الناس بصفه عامه المغاربه من صغيرهم حتى لكبيرهم، هي اننا رفعنا من السقف ديال التوقعات ديالنا نحو المنتخب المغربي. هذا الشيء هذا ما جاش غير صدفه، وانما وليد لواحد التجربه زوينه اللي دوزنا في قطر في كاس العالم اللي فات، واللي خلاتنا نمشيو لمراحل متقدمه واللي ما عمر شي بلد عربي او افريقي دارها. هذا الشيء هذا خلانا اننا تولد عندنا واحد الثقه في النفس زايده نحو المنتخب المغربي، لاننا ولينا كنعتبروه منتخب من طينه الكبار، منتخب اللي ما يقدر عليه حتى شي واحد. هذا الشيء هذا من وراء المونديال زاد اكدوا المباراه اللي درنا مع البرازيل، مباراه كبيره مع المنتخب الاول عالميا واللي كاع المنتخبات كيضربوا ليه الحساب، ومنتخبات كبيره كيربحوا نتيجه واداء. والغريب في الامر واللي زاد اكد هذاك الشيء اللي كان في الداخل ديالنا نحو المنتخب المغربي هو اننا غلبنا المنتخب البرازيلي نتيجه واداء. المغاربه كاملين تكونت عندهم واحد القناعه نحو المنتخب المغربي، وهي انه منتخب من طينه الكبار كيف قلنا، وانه خاصو يكون في منافسه ديما هو الكبير، ديما هو السباق للهجوم، ديما هو السباق للاهداف. والدليل هو المباراه اللي جمعت ما بين المنتخب المغربي والمنتخب ديال الراس الاخضر. هي واحد قبل من الماتش سولتي على ان المنتخب ديال المغرب غيلعب مع واحد المنتخب متواضع كرويا في افريقيا، سواء كان هذا الشخص مغربي او عربي وحتى في اي دوله من دول العالم غير يكون عنده اهتمام بالكره، فغادي يقول لك على ان المنتخب المغربي غادي يربح هذا المنتخب هذا بنتيجه عريضه وباداء زوين. بل ولا سولتي المغاربه غادي يمشي التوقعات ديالهم حتى النتيجه ديال 5 6 7 0. الشيء هذا كيف ما قلنا ما جاش من الفراغ، لان غير المده هذه كانت كتغلبنا الموزمبيق وكنتعادلوا مع زامبيا وما كيبقاش فينا الحال. وحتى منتخب الراس الاخضر براسهم كانت عندهم هذه الفكره ديال انهم كيواجهوا منتخب من المنتخبات الكبار، دليل على انهم كيحتجوا على الحكم في نهايه المباراه باش يصفر بحال راهم رابحين وهما غير معادلين وراضين بالتعادل امام منتخب كبير بحال المنتخب المغربي. هذا مشكل كبير من عند الشعب المغربي، لانه كيف قلنا عنده واحد الجنون ديال العظمه، ولينا عندنا واحد الغرور باش اننا كنقولوا انه حتى فرقه ما تقدر على المنتخب المغربي، وهذا غلط. الشعب المغربي يعرف هو على ان المنافسه في افريقيا كتختلف على جميع المنافسات الاخرى. لاعب في افريقيا لاعب من نوع ثاني، لاعب بطريقه اخر، لاعب كيحتاج لواحد تيكي تاكا جديده، كيحتاج لواحد دراسه من المدرب ودراسه من اللاعبين المنتخبات الافريقيه كيفاش كتلعب. وقت اللي خاصنا نشوفوا المنتخب المغربي مركز على هذه الاجواء الجديده ديال افريقيا، كنشوفوهم في بلايص اخرى وفي محافل، شفناهم في السجل اللي كانوا زاروه، شفناهم في معرض الكتاب، شفناهم حتى في التبوريط. وهذا مشكل. من حقهم يتقربوا من الشعب بزاف، ومن حق الشعب المغربي يفرح بوليداته. راه المشكل اللي واقع هو ان الشعب المغربي راه مازال عقله في قطر، مازال كيشوف النتيجه والاداء اللي درنا في قطر. راه حنا مازال ما جيناش من قطر. يمكنش دابا تذكر المنتخب المغربي وبلا ما تذكر حدا الانجاز الكروي اللي دار في قطر. يمكنش تهضر مع اي دري كان صغير ولا كبير وما غيقولش لك الحكايه بدات في المكسيك وساليناها في قطر. مازال عقلنا مع قطر، وهو الغلط اللي خصنا نحيدو من دماغنا. راه جو اخر، هذه راه منافسه اخر، هذه راه الادغال الافريقيه. راه فراقي هنايا ما كتامنش بهذيك الافكار ديال التيكي تاكا وديال العماي والعماك اللي كيامنوا بها في اوروبا وفي الغرب بصفه عامه. خاصك تموت مع كره. هذا هو اللي خاص اللاعبين يفهموه، والمدرب كنظن انه هو اللاعبين فاهمينه مزيان. غير خاص الشعب عافاكم ما نبريسيوش وما نضغطوش عليهم بزاف، ما نتسناوش منهم هذيك النتيجه الكبيره اللي كانت في قطر، نساو علينا شويه قطر ونركزوا مع المنافسات الجايه باش ان شاء الله نديروا شي نتيجه زوينه في هذا كاس افريقيا اللي جاي. باقي عندنا مباراه فاصله اليوم المنتخب الوطني مع جنوب افريقيا، وانه الوالد الركراكي يتجاوز هذوك الاخطاء اللي دار في المباراه اللي قبل، نكونوا واجدين للادغال الافريقيه بما تحمله الكلمه من معنى. ولكن حنا كشعب نحاولوا ننساو شويه الانجاز ديال قطر ونشوفوا شويه القدام، وما نحاولوش نضغطوا على اللاعبين ونطلبوا منهم اكثر من هذاك الشيء اللي يقدروا يعطيونا.